والسلام. فلهذا تجدون أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الرواية هو يقيمها، يقول إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا العالم من علمائنا أو ليس من علمائنا، يعني من علماء الذين هم تابعون لنا أو لا، نعطيكم ضابطا، خلوا ذهنكم هذا الضابط، انتم هذا الضابط احفظوه وطبقوه أيضا. إذا أردتم أن تعرفوا هذا العالم الذي يدعو إلينا وينتسب إلينا نرتضيه أو لا نرتضيه، خلوا هذا الضابط في أعينكم. إذا أخرجكم من الشك إلى اليقين فهو من عندنا، أما إذا أخرجكم من اليقين إلى الشك فليس منا. والمهم هذا، وانت تجد بعض الناس مولانا مما يؤسف إليه من يجلس على المنبر أو يتكلم شيء، بدل ما أن يقوي عقائد الناس ماذا يحدث؟ يحدث زلزلة، تشكيك، ترديد في عقائد الناس. الإمام سلام الله عليه رواية موجودة في البحار الجزء الأول يقول بأن الضابط في ذلك هو أنه إذا كان كلامه ينقلكم من الشك والتردد والريبة والحيرة ينقلكم إلى اليقين فهو منه، هذا راجع إليه. أما إذا وجدتم العكس وهو أنه ينقلكم من اليقين إلى ماذا؟ إلى الشك والحيرة، فليس منا.